الحكاية في كلمتين. زمان قالوا واحنا لسه بنتعلم. قالوا زمان اسأل مجرب ولا تسألش طبيب. وانا صغيرة كنت بسمع الجملة دي كتير من جدتي وهي قاعدة في وسطينا بتحكي لنا حكايات من الزمن اللي كانت تقول الدنيا دوارة واللي يعمل خير يلاقيه، واللي يزرع شوك يستحمل وجعه. كنت افتكرها بتبالغ لحد ما كبرت وطعني القريب قبل الغريب، وافتكرتها لما قالت لي اتقي شر من احسنت اليه. ولما الدنيا دارت والحال بقى غير الحال افتكرتها لما قالت يوم ليك ويوم عليك. ولما صدقت حد بكلام حلو وطلع كله كده افتكرت جدتي لما كانت بتقولي اللي يضحك عليك مرة يبقى غلطان، بس لو ضحك عليك تاني يبقى انت الغلطان. وفي عز وحدتي وانا بحاول ابتسم سمعت صوت جدتي في خيالي وهي بتقولي اضحك للدنيا تضحك لك والصبر مفتاح الفرج. اتربينا على كل تأخيرة وفيها خيرة، وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، واللي ليه ضهر ما يتضربش على بطنه. دي مش بس أمثال، دي حكم وسنين. المثل في مصر مش مجرد كلام، ده وجع وحكمة اتولدت من قلب تجربة. الحكاية في كلمتين. زمان قالوا واحنا لسه بنتعلم.